عندهم عربيات ب5 مليار، وكل واحد عامل جراج لنفسه ودافعين ملايين في النمر بتاعتها، والشركات العالمية بتصنع لهم مخصوص. أسرار أصحاب أكبر جراجات وأفخم عربيات في مصر. رجل الأعمال والمليونير كريم الشبراوي هو صاحب أغلى جراج، وعربياته مفيش زيها اتنين، ومنها اللي متصنع مخصوص عشانه. ومستر كريم عنده أكتر من جراج، بس أشهرهم جراج الساحل، ولو دخلت جواه هتحس انك واقف في ايجنس عربيات محدش يقدر يقرب منها غير اصحاب الملايين. على يمينك هتلاقي لامبورجيني افنتادور اس في جي رودستر، ودي سعرها حوالي 600 ألف دولار، وهي الوحيدة من نوعها في مصر. وراكنة جنبها بي ام دبليو ام 5 سي اس، وعاملة 150 ألف دولار، وهي برضو الوحيدة في مصر، وتعتبر أسرع بي ام دبليو. وعلى شمالك فيراري اس اف 90 سترادالي، ودي بنص مليون دولار، وبتنافسها مرسيدس اي ام جي جي تي بلاك سيريز، وتمنها معدي 300 ألف دولار. وعروسة الجراج هي البورش 911، وتعمل لها ربع مليون دولار. وكريم عنده واحدة تانية لامبورجيني ب250 ألف دولار، والبطل رولز رويس كولين المنصوري، وسعرها نص مليون دولار. وفي الجراج هتلاقي عربيات بقى على القد، زي مرسيدس جي تي ار رودستر، واتنين فيراري، الأولى فيراري روما والتانية فيراري بيستا. ونمر العربيات كلها مميزة ومدفوع فيها ملايين. والمنافس الرئيسي لكريم هو ميشيل أحد، صاحب أكبر جراج في اسكندرية. وميشو بدأ حياته بمحل أدوات كهربائية في شارع السبع بنات، وربنا كرمه والمحل بقى 2 و3، وقدر ياخد توكيل شركة بتشينو العالمية، ومن هنا عارف سكة الملايين، وفي ظرف كام سنة بقى الملك. وأول عربية ركبها كانت رينو، وجابها بالقسط، ولما ربنا فتحها عليه اشترى كل أنواع العربيات اللي في الدنيا، وآخر عربية اشتراها ب8 مليون جنيه، وهو أول واحد دخل البوجاتي مصر. وميشو أيام الشقاوة كان كل ما يشتري عربية ينزل يلف بيها حوالين مدرسة الرمل الثانوية بنات، وطبعا كل بنات اسكندرية يفضلوا أيام يتكلموا عنه. ولما عربياته زادت ومبقاش لاقي مكان يركنها فيه، عمل جراج مخصوص، والعربيات اللي جواه تمنها يوصل لمليار جنيه. وسر عربيات ميشيل أحد إنها بتتصنع له بمواصفات معينة، يعني مثلا اللامبورجيني بتاعته غير أي عربية لامبورجيني تانية، والمصنع بيعدل الأصل عشان خاطر عيونه وفلوسه، وبسبب كده ما بيرضاش يبيع أي عربية. وياما أمراء خلايجة عرضوا عليه أسعار خيالية لكن رفض. والوحيد اللي كسر القاعدة هو صاحب تالت أغلى جراج في مصر، الفنان محمد رمضان، والاتنين حاليا أنتيم. والصحوبية ابتدت لما رمضان كان عايز يشتري لامبورجيني وفيراري، ومفيش منهم غير عند ميشيل، وكان هيموت على الفيراري الحمراء بعد ما عرف ان احمد زكي كان بيحبها ومتعود يركبها لما يجي يزور ميشو في اسكندرية، وكمان صور بيها فيلم من افلامه، وفضل وراه لحد ما خد الاتنين. وجراج محمد رمضان فيه 17 عربية، منها لامبورجيني ورولز رايس وماكلارين وبورش وكاديلاك ورانج روفر، واسعار عربياته مقربة من النص مليار جنيه. وبرضه عنده عربية في دبي سايبها هناك لما يسافر، واشتراها ب2 مليون درهم، والدرهم الواحد معدي 13 جنيه، واحسب انت بقى. وفي السعودية اشترى عربية مرسيدس من موسم الرياض للسيارات، والنوع اللي اشتراه مفيش منه غير 65 عربية على مستوى العالم كله. والرابع والأخير هو هاني سعد، أغنى مهندس في مصر. هاني متجوز درة، لكن العربية هي حبه الأول ومتعته الوحيدة في شراء العربيات، وعاملها جراج مخصوص. ومن العربيات اللي عنده مرسيدس مايباخ جي ال اس، ومرسيدس جي كلاس، وفيراري، واستون مارتن، وبورش 911، وربنا يبارك لهم ويكفيهم شرها. وانت بقى جراجك فيه كام عربية؟